السلام عليكم ورمضان كريم عليكم. عملت فانوس رمضان السنه دي، حبيت يكون مختلف شويه. الفانوس فيه اضافات كتيره خلت الفانوس بقى ليه شكل مختلف، والالوان طبعا جميله وغير مكلفه. كل ده هنشوف شرحه داخل الفيديو. فيلا يا كبير نشوف الفيديو مع بعض بعد ما صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنستخدم 4 قطع بلاكاش، والمقاس طبعا بيكون متاح ليك لو محتاج تكبر الفانوس او تصغر الفانوس. انا اشتغلت على مقاس 20 في 40، وده مقاس الابلكاش اللي هبدأ ارسم عليه الفانوس في النص. وعلشان الرسمة تيجي معايا مظبوطة بوسطن المقاس على نص العلام، واستجلب الرسمة زي ما هتشوفوا في الفيديو. وطبعا انا رسمت فانوس وزغرفت الفانوس فوق وتحت. الرسمة على الجد طبعا انا بحاول اظبط ايدي علشان خاطر اقدم لكم حاجة تعجبكم ان شاء الله. ومش هننسى نرسم هلال مع نجمة علشان يدينا طابع قديم للزمن القديم اللي احنا كلنا بنحبه. الفانوس بيكون ليه شطرة، والشطرة دي يعني فوق مقاس أكبر وتحت أصغر. أنا أخدت من تحت 2 سنتي ونص وفوق على مفيش. وبعد ما خلصنا طبعا الرسمة بتاعتنا هنبدأ نفرغ بالشنيور كل العلامات اللي احنا علمناها، وبالأرقط نطلع العلامات اللي احنا علمناها طبعا الوسط زي ما اتفقنا، ونبدأ نستجلب الفانوس بتاعنا. ولو داخل عشان تعمل فانوس اسهل من كده، انا سايب لك طريقتين لعمل فانوس سهلين جدا. سايب لك اللينكات طبعا بتاعتهم في الوصف، ادخل بص عليهم بصه كده كبير وان شاء الله تستفاد منهم. وزي ما اتفقنا نستجلب العلامه على الوسط علشان يدينا الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. وايه رايكم الرسمه هي بتاعتي بدات توضح؟ يعني تمشي. نبدا بعد كده نجمعهم مع بعض تاني ونبدا نطلع فراغات النص التاني. كده تمام، خلصنا ال4 قطع بلاكاش بنتمم عليهم. وانا طبعا يا كبير بتمم عليك معايا ولا رحت مني في حته؟ بنحضر سدايب سنتي ونص في سنتي ونص وبنلف بيهم الفانوس بتاعنا. واحنا استخدمنا 4 قطع ابلكاش، في منهم 2 هنلفهم سدايب، وبنسيب قيمة تحت وفوق باستخدام لقطة او متر. دي ماشي ودي ماشي معاك. بفكر قبل ما نسمر الشغل بتاعنا طبعا لازم نغريه سواء بغيرة او سوبر جلو او اللي موجود عندك اي حاجة، فكل الامور بتأدي للغرض. كده احنا لفينا اول قطعتين زي ما انتم شايفين، لفيناهم داير ما يدور. والقطعة التانيين اللي احنا قلنا عليهم هناخد سدابة واحدة بس اللي احنا بنعلمها دلوقتي، او سدابة فوق وسدابة تحت، بحيث ان احنا واما نلم الفانوس بتاعنا يكون داير ما يدور شمبر زي ما انت شايف كده. طبعا بالصنفرة بنأكد عليهم اي شوايب كده، صنفرة يدوي وصنفرة دبابة. بدأنا صنفرناهم وراجنا عليهم تمام التمام. هنبدأ دلوقتي مرحلة الدهان. والدهان بتاعنا زي ما اتفقنا دهان رقيق جدا، وده دهان بلاستيك يا جماعة اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الدهان ده بندهن بيه، وعشان نثبته لازم نثبته بسيلر. انا اخترت الالوان بتاعي زي ما انتم شايفين، وده السيلر اهو زي ما اتفقنا لازم تثبته بالسيلر بتاعنا. انا كان عندي فضلة فايبر من باب حديد، فبدأت ركبتها في الفانوس بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. ثبتها بالسيليكون في الاول، وبدأت برضو زيادة تأكيد اربط مسمار فوق ومسمار تحت عشان خاطر الشغل معايا يبقى تمام التمام، ونعمل شغل يعيش معانا وانضف كده الشغل بتاعي وابدا اجمع الفانوس زي ما احنا شايفين. طبعا اكيد الفكره وصلت لكم احنا عملنا ايه. وتجميع الفلوس ده الفانوس اسهل منه زي ما انتم شايفين، اسهل منه مفيش. احنا زي ما عملنا الشمبر وعملنا القطعتين لفيناهم داير ما يدور، والقطعه التانيه عملناها سدابه واحده. هتبدا تجمع الفانوس بتاعك بالشكل اللي انت شايفه ده. كده ملامح الفانوس بدأت تظهر معانا اهو، بس في تريكات كتيرة يا كبير، فانت خد بالك معايا ايه في الفيديو عشان خاطر الفيديو بصراحة فانوس هيطلع حكاية. الحكاية ان شاء الله هيطلع حكاية بيكم ان شاء الله، طبعا بتعليقاتكم وباللايكات بتاعتكم وباشتراكك الجميل. طبعا الفانوس ده يطلع حاجة فوق الخيال. المهم هنشتغل في الجزئيه اللي من تحت في الفانوس. قطعنا سدايب سنتي ونص وبدانا لفينا بيها الداير زي ما انتم شايفين، قبل بعد طبعا ما حطينا قطعه ابلكاش تحت. وبي استانلس كده كان موجود عندي في الورشه سنتي ونص ارتفاع سنتي ونص، وطبعا دهب زي ما انتم شايفين. هبدا الف الفانوس بتاعي قبل ما اسمر السدايب. بعد ما لفيت الفانوس بتاعي الاستانلس هبدا السدابه بتاعتي اخدها اشحطها كده على الاستانلس عشان تمسك معايا الاستانلس زي ما انتم شايفين. ودي قطع احنا عملناها 3 سنتي في عرض 4 سنتي، وبدات بسطنطها زي ما انتم شايفين.
ودهناها باللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده، وابدا اسمرها. طبعا احنا بنقطعها على زاويه 45 عشان الشغل بتاعنا يكون مكتب بعضيه. وتحت هيكون على 4 قطع، وكل قطعة احنا بناخد زيادة كده لبره زي ما انتم شايفين كده، لبره 2 سنتي عشان يديني شكل تدريجي زي ما احنا شايفين كده، ويدينا شكل قاعدة تكون جميلة ان شاء الله. وانا خدت كل جزئية لوحديها ليه؟ عشان خاطر الالوان طبعا بتاعتي ما تكونش سايحة على بعضيها، كل لون يعتبر مقصوص غير التاني. فهو زي ما انتم شايفين كده اعطاني شكل انسيابي زي ما احنا شايفين اهو. وبدأنا صمرنا 3 قطع تحت. طبعا زي ما اتفقنا 45 واتفقنا بالغيره، وتبدا تسمر بالمسمار الدبوس بتاعك. كده خلصنا القاعده بتاعتنا، ونبدا نشتغل في فوق في الطربوش بتاعنا بتاع الفانوس. وده طبعا هيكون شكله خرافي باذن واحد احد ان شاء الله. وهيكون ان شاء الله زي ما جمعنا تحت هنجمع فوق. الابلكيشن بتاعتنا طبعا فوق بنخليها متحركه. طب متحركه ليه؟ طبعا خليك فايق معايا عشان خاطر ايه هتعرف متحركه ليه في الاخر ان شاء الله. مش في الاخر يعني، مش حاجه مخفيه، بس في اخر الفيديو يعني. فاحنا كده بدأنا هنجمع الزوايا 45 كل قطعه لوحديها زي ما اتفقنا اهو. وبنجربها على قطعه الابلكيشن بتاعتنا. ودي القطعه الاولانيه والقطعه الثانيه اهو زي ما انتم شايفين بنلمها على بعضيها اهو. طبعا انا مش هنصورهم دلوقتي عشان خاطر ندهنهم الاول وبعد كده نبدا نسمرهم. ودي القطعه اللي فوق اللي احنا هنبدا نعمل فيها الماسكه بتاعتنا بتاع الفانوس. انا بدات لفيتها كده، حاولت اجيبها بفرخ الصنفر الصغير، ما ينفعش عشان خاطر طبعا القطعه بتاعتي صغيره. فلفيتها كده بايديا. طبعا حاولت طبعا زي ما احنا اتفقنا ان الرسم بتاعتنا مش جو، بس نعدل بعضينا يا جماعه ايه، وكله على الله. لفيت اللف بتاعتي وبدات بالارقيط اطلع العلام بتاعنا. ودي اليد اهو. وبدات كده كسرت سواكها كده على اللوتر، وده الشكل النهائي بتاعها. وهنجمعهم مع بعض بطبعا المسمار وبالغير. كسرت السوق بتاعتها بتاع القطعه بتاعتنا اهو. ده الشكل النهائي بتاعها، ودهنا الشغل بتاعنا تمام التمام. وهنبدا نثبته في قطعه الابلكاش. وزي ما اتفقنا قطعه الابلكاش دي اللي فوق هنخليها متحركه عشان خاطر في شغل هيتعمل في الفانوس تاني. القطعه اللي تحت احنا ثبتناها عشان خاطر دي خلاص كده موضوعها موضوع وخلص. وزي ما اتفقنا اهو بندهن كل قطعه لوحديها عشان زي ما انتم شايفين الشكل بيطلع شكل جميل بسم الله ما شاء الله. ودي القطعه الاخيره اللي احنا هنمسك منها الفانوس اهو زي ما انتم شايفين اهو. حاجه كده تمام التمام. طبعا انا نسيت اقول لكم ان في قطعتين بنحطهم من تحت عشان خاطر نربط مسمار بورما، فمعلش زي بعض سامحوني. فاكيد انتوا شفتوها كده في الفيديو، ولو في حاجه فاتتكم فاكتب لي في تعليق وانا معاك يا كبير للاخر. دول مقبض دولاب طبعا مخروط زي ما انتم شايفين كده، فانا حبيته وكان عندي موجود. فعمل شكل معايا للفانوس. فحرته طبعا عشان خاطر يمسك في الزوايا بتاعتي. وبالغيره وبالمسمار دبوس شي 5 بدات ثبتهم زي ما شايفين. جينا يا كبير للتكاية، مش عارف انت معايا ولا ايه. المهم حضرت صب، والصب ده بيشتغل عن طريق التليفون وعن طريق الفلاشة، وكمان في نور، وده وفر عليا كتير. وبدأت ثبته في القطعة اللي فوق ونثبته تاني في الفانوس. ونبدأ بالسيرر. لو الخشب اللي مدهنش طبعا الخشب الزان اللي هو على الاطراف نبدأ نديله سيرر. وبندي برضه الفانوس معانا سيرر تاني. السيرر كل ما تدي سيرر للخشب بيفتح معاك الخشب، ودي شغل تمام التمام. وعملت الكتابة دي على الفانوس، والكتابة دي عملتها عند حد بتاع عربيات أو طقاطق بيكتب عليها. وبدأت لزجتها بالشكل اللي انتوا شايفين. ولو انت شايف الفانوس فيه لف عليك كده ومش متاح ان انت تعمله، وعايز تعمل فانوس سهل جدا، انا سايب لك طريقتين في الوصف تقدر تبص عليهم كده بصة كبيرة ان شاء الله، ودول تقدر تعملهم لانهم سهلين جدا. وده الشكل النهائي للفانوس. يا رب يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اترك لكم السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.